السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة. طريقتها سهلة جدا وطعمها روعة، بتدوب في البق وطعمها جميل جدا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بالكل عشان يوصل لكم كل فيديو. يلا بقى بينا ندخل على الوصفة. اول حاجة معايا هنا كوبايتين من السمنة، هحط عليهم كوباية من السكر وهقلب السمن مع السكر كويس جدا لحد لما السكر يدوب معايا في السمن. طبعا انا مستخدمه هنا سكر بودره، الافضل ان احنا نستخدم سكر بودره عشان يدوب معانا اسرع. معايا هنا بياض بيضه واحده بس، عليها كيس من الفانيليا وهقلب برضو كويس. بعدين هحط عليهم رشه الملح، وبعدين هحط الاربع كوبايات من الدقيق، 4 كوبايات دقيق وهنخلهم كويس وانا بحطهم. هنقول المقادير تاني سريعا. معايا كوبايتين من السمنه، عليهم كوبايه من السكر، هقلبهم كويس. السكر البودره، كوبايه من السكر البودره، هقلبهم كويس. وبعدين هنزل ببياض بيضه وهنزل بكيس الفانيليا، وبعد كده هنزل ب4 كوبايات من الدقيق. الكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق هحطه هعاير بيها السمنه. تمام. بعد ما هقلبهم كويس هقلب بالمعلقه لحد لما الدقيق يختفي في السمن معايا، وبعد كده هبدأ اهلم بقى العجينه بايديا. طبعا انا هعمل نصها بالكاكاو، والنص التاني هخليه ابيض زي ما هو. فالنص اللي بالكاكاو هحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهحط عليهم برضو معلقتين كبار او 3 معالق من السمنه. عشان طبعا اعادل الكاكاو اللي انا حطيته لازم احط معلقتين او 3 معالق من السمنه، وهعجن كويس لحد لما زي ما انتم شايفين كده معايا الكاكاو اختفى في العجينه. وزي ما انتم شايفين العجينه بقى معايا عجينه الغريبه بقت معايا زي ما انتم شايفين كده، بقت لينه وطريه معاكي. هبدا بقى هشكلها. بتشكلي الغريبه بايديكي، بتاخدي قطعه الحجم اللي انت عايزاه وبتبداي تعمليها كوره كده في كفه ايديكي، بتدوسي عليها حاجه بسيطه كده، بس ان انت تبططيها حاجه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. بدوس عليها حاجه بس بسيطه كده، وببدا ارص لحد لما اخلص كل الكميه. طبعا وانا بعمل الغريبه ما بدهنش الصواني اي سمنه او زيت، لان الغريبه بتبقى فيها سمنه كفايه، مش بيحتاج ان احنا ندهن الصواني حاجه. طبعا هنا معايا شيكابون او فول سوداني، وهبدا ان انا احط كل شيكابون واحده كده على الغريبه واضغط عليها ضغطه بسيطه خالص، مجرد ان انا بثبتها بس في الغريبه. بدخلها الفرن على درجه حراره 180، وبفتح الفرن من تحت وبفتح الشوايه من فوق وبحطها كده على الرف اللي في النص، وبسيبها حوالي ربع ساعه وبتطلع معايا زي ما انتم شايفين كده معايا. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا ودايبه وحلوه قوي. ويا رب بقى تكون الوصفه عجبتكم. يا ريت تعملوا اشتراك لو عجبتكم الوصفه، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي.